سلام الله عليكم أخوات مباركة. إلى الشعب السعودي، أمس المسمري مسلم سني وأصبح الصباح رافضي مجوسي. أمس المسمري حرام دمه وماله وعرضه وأصبح مباح الدم والعرض والمال. ليش قالوا ليش أظهر ردة فعلي بقصف أرامكو؟ تقصفني من 5 سنوات وتحاصرني وتقتل أطفالي وتقتل النساء وتقصف البيوت وتقصف المقابر، تقصف الأعراس، تقصف المستشفيات، تقصف صالات العزاء، تقصف كل مكان، وأبحت كل أرض يبنيه مباحة لك، حتى المقابر. الأموات التي قتلتهم تقصفهم تخرج عظامهم من القبر، وتريدني أسكت على ما تعمل بني؟ هذه هي الدياثة بعينها، هذه هي الدياثة بعينها. لا فرق ما بين يفتل في أهله وديوث على أهله، وما فرق ما بين يقعد ديوث على وطنه. أنت رضيتها في أرضك ترضاها في عرضك، رضيتها في بلدك أن تقصف في بلدك ترضاها في شرفك وفي أهل بيتك. الحوثي في الحدود قاتلوا أنتم رجال، لكن تقصف الأطفال والنساء وتريدني أقول شكرا سلمان تخسى ويخسى أبوك إن أنا أسكت على جرائمك. أنا يمني صح، أحمل الجواز الأمريكي لكن أحمل هوية يمنية، ما ألقى أي شاكل وفقير لكن أحمل الكرامة والعزة. أموت وأنا جاوع ولا أعيش على المفطحات وأنا أخون بلدي. أنت سعودي لك حق دافع على بلدك، هذه بلدك وهذا وطنك وهذا حكومتك وهذا آل سعود، دافع عليهم خذ راحتك، ما أقول لك لا. أنت سعودي وتحب آل سعود وتحب بلدك، دافع عليها، وأتركني أدافع عن بلدي وأدافع عن شعبي وأدافع عن كرامتي كيفما أريد. أنا يمني بمرتبة الشرف العظمى، مرتبة الشرف، وأقسم بجلال الله يعني ذرة تراب من اليمن تسوى عندي برج اليمامة والرياض كلها. دافع عن بلدك وتركني أدافع عن بلدي، لكنك يعني تغار على بلدك وتزعل ليش قصفت وتريد مني أنا أسكت إذا قصفت بلدي. لا والله لن يكون ولن تكن. الشرف والعرض والكرامة غالية، ثمنها جماجم رجال راحت من أجل البلاد. تريدني أسكت؟ لا ورب محمد ما سكت لو قطعتوني إربا إربا. هذا موقفي، أعيش وأحيا وأموت عليه. وسلامتكم.